السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ مروة. كل سنة وانتم طيبين يا أحسن ناس في الدنيا، يا رب يعود علينا الأيام بالخير بمناسبة عيد الأضحى. العيد يعني فتة، وفتة يعني لحمة، ولحمة يعني شرب. النهاردة هنعمل فتة حلوة جدا، وازاي نسلق اللحمة علشان تطلع معاكي أحلى شرب. وهنعمل أخف وألذ فتة مصرية. حط لايك لو بتشوفيني لأول مرة، والاشتراك في القناة، ونقول مقاديرنا ونسمي الله ونصلي على رسول الله. النهاردة انا جايبة كمية يعني حوالي كيلو من اللحمة. عايزة اي نوع لحمة انت بتحبيه. عندي 7 بهارات، عندي توابل لحمة، فلفل اسمر وحبهان، وحبيتين من الطماطم، وبصل وجزر. يلا يا حبايبي نشوف هنعمل الشوربة بتاعتنا ازاي. هجيب معلقة من السمنة وهنسيحها على النار، وافضل ان يكون سمنة بلدي عشان تديكي طعم حلو قوي للشوربة بتاع اللحمة والفتة. وبعد ما هتسيح هنزل باللحمة بتاعتنا عشان نعمل احلى شوربة. اعملها بالطريقة دي هتطلع معاكي جميلة جدا. هنرص كده اللحمة بتاعتنا، اي نوع لحمة انتي بتحبيه، جملي، كندوز، اي حاجة انتي بتفضليها اعملها بالطريقة دي هتطلع معاكي جميلة جدا. ويلا يا حبيبي، اول ما تاخد لون هنقلب. اول ما هتاخد لون تغير اللون بتاعها، انا عايزه اغير اللون، هشوحها بس في السمنه. نقلبها كلها تاخد بس لون. شايفين عامله ازاي؟ بسم الله ما شاء الله. هتعملي اجمل واحلى فته مصريه. نقلب كله كده، وبعديها هنزل بالتوابل بتاعتنا الجميله، وورق روله او غار، وهنزل بالحبهان والتوابل بتاعتنا، وحبتين الطماطم، وعندي البصل والجزر بتاعنا. كل ده بيدي طعم حلو قوي للشوربه. وبعديها هنزل بميه مغليه، ولازم تكون ميه مغليه عشان ما تقلليش السوا بتاع اللحمه. بعد شوحتها هنزل بالميه المغليه، وهقلبها. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. وهسيبها بقى تستوي براحتها خالص. وبعدها هجيب طاسه على النار، هنعمل الدقه، الصلصه بتاع الفته. هجيب معلقه من السمنه او سمنه على زيت المتاح عندك، وهشوح فيها الثوم. واول ما هتاخد اللون الاصفر الجميل بتاعنا الذهبي ده، شايفين؟ قلبي، اوعى تغمقيها، خليها لون ذهبي كده عشان ما تديكيش مرارة لصلصة الفتة. قلبي قلبي. او خلاص اللون الذهبي ده حلو، وهنزل عليها حوالي ربع كوباية من الخل. وبعدها هنزل، شوحتها كله مع بعض كده، هنزل بالصلصة بتاعتنا على صلصة الفتة دي. انا عندي الطماطم دي انا مفرزاها في التلاجة، لو عندك فريش ماشي. وهسيبها تتسبك، وهنزل بالتوابل بتاعتنا. عندي معلقه صغيره من الفلفل الاسمر، كمون، كزبره، وملح. والملح ده حسب الكميه اللي عندك. لو احتجتي ملح حطي ملح تاني. واحطي معلقه صغيره بس من السكر تعادل حموضه الطماطم. وهسيبها بقى تتسبك على النار. خلاص كده اتسبكت، ولا كده تقيله ولا خفيفه، هي حلوه كده، السمك بتاعها جميل. هجيب العيش شامي، عيش بلدي، اي عيش متاح عندك، هنقصه بالمقص. وبعدها احط له معلقه من السمنه، واحطه تحت الشوايه، هياخد لون جميل احمر كده، هيطلع جميل معاكم خالص. هنقص اي عيش متاح عندك، قصيه كده مكعبات صغيره، واحطه تحت الشوايه. وهنعمل الرز الابيض الجميل بتاعنا.
عندي هنا معلقة من السمنة حطيت عليها الرز وهنشوحه بس لمدة 10 دقايق، وهنزل بالشوربة الجميلة بتاعتنا. مش محتاج توابل لان الشوربة كلها توابل، مش محتاجة احط للرز توابل. خلاص كده فلفل معايا كده وجميل، وهدي عليه النار لحد ما يستوي خالص. هو شرب ميته، اغطيه وهسيبه على نار هاديه. والشوربه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله شايفين عامله ازاي، واللحمه خلاص دخلت على سوا. اول ما تدخل على سوا يا حبايبي هحط الملح بتاعنا. اوعى نحط الملح في الاول، وبعدها ظبط الملح بتاعك على حسب كميه الشوربه بتاعتك، وندوق لو احتجتي ملح تاني حطي. خلاص كده بسم الله ما شاء الله طعمها كده جميل. هنعمل ايه بقى الخطوه للحمه؟ هجيب معلقه من الزبده وهمسيحها. الخطوه دي برضو حلوه للحم. بعد ما تسيح الزبده كده انا طلعت اللحمه من الشوربه، هرصها. هتاخد تشويحه بس في الزبده دي ولون، وهاجي مطلعها على طول. شايفين اللحمه استوت معايا وبقت جميله جدا. بعد ما تستوي خالص نعمل الخطوه دي، ارصيها كده، اعمليها بالطريقه دي هتطلع معاكي جميله جدا، وهتشرفك في كل عزوماتك وعلى العيد. وهنشوحها كده زي ما شوحوها، يعني حوالي دقيقه كده ولا 2. وعندي هنا العيش حطيته تحت الشوايه طالع شوف عامل ازاي، وهنزل عليه بالشوربه. حبه من الشوربه كده، تجيبي بوله وتحطي فيه ايه العيش، واحط معلقتين برضو من الصلصه اللي انت حباها قليله كتيره زي ما انت عايزه. وهقلبها كلها دي عشان ايه تشرب من الشوربه. وهجيب طبق التقديم، وبعديها هرص الفته اللي انا عاملاها. الخطوه دي حلوه عشان ايه العيش بتاعنا ما يشربش شوربه كتيره ويبقى ايه معجن. بعد ما رصيته كده في طبق التقديم هنزل عليه بالرز. شوفي طريقه سهله وبسيطه ازاي. امشي على الخطوات هتلاقيكي عملتيها بطريقه سهله ومش هتاخد معاكي وقت خالص. وهنزل بالرز، وبعديها زينها بالصلصه. حطي صلصتك بالطريقه اللي انت عايزاها حسب ذوقك وحسب طريقتك انت. حطي كميه الصلصه اللي انت محتاجاها. وكل سنه وانتم طيبين، ويعود عليكم الايام بالخير والسعد والهنا. حبايبي ما تنسونيش في اللايكات لو عجبكم الفيديو وعجبتكم الطريقه، ما تنسونيش في اللايكات والاشتراك في القناه. وهرص اللحمه بتاعتنا بعد ما حمرناها. شايفين بسم الله ما شاء الله، وبالهنا والشفا. واجمل واحلى طريقه للفته المصريه. واسيبكم في رعايه الله وامنه. لايكات لايكات.